السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. جيت نشارك معكم هاد الكيكه، سميتها انا كيكه لسارقه قوامها. كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق، وكتجي بواحد الكريمه خطيره واقتصاديه في متناول الجميع. ندوزو لطريقه تحضير المقادير وانتم معايا. هنا كما كيبان لكم البنات في الصوره، دزت نحضر معكم واحد الكريمه. عندي نص سيطرو ديال الحليب، وعندي واحد 3 المعالق ديال السكر حبيبات، وعندي واحد الساشيه ديال الفلو ديال الكراميل. البنات نتوما اللي بغيتو، انا درت الفلو كراميل كيعطي واحد تيتواتى مع الكيكه ديال الكاكاو المر. وهنا البنات على سميتها كيكه سارقه قوامه، نسيت فيها واحد المقادير البنات، وشاركت معكم الكواليس ديال صحاب اليوتيوب، شاركتها معكم كما هي. هنا البنات راه كنضيف واحد 2 معالق ديال النشا. انا نسيتها حتى طيبت الكريمه باش تفكرتم، وطيبتها البنات ديك الكيكه كما هي، سميتها الكيكه سارقه قوامها. نتمنى هاد الكيكه تنال الاعجاب ديالكم. هنا باش ما نطولش عليكم، دزت نحرك داك السكر حبيبات مع داك الفلو، ودرتهم على عافيه مهيله، وانا كنحرك حتى تطلع ليا ديك الغليه في داك الحليب اللي عندي البنات. هنا راه دايره نص سيطره الحليب، ممكن نتوما ديروها 2 كيسان، انا عندي داك المول كبير. هنا البنات ملي كتكونوا دايرين النشا راه في الساعه كتعقاد معاكم. انا هنا راه طلعت فيه الغليه وطفيت عليه. انا حضرتها البنات بالليل باش تكون عندكم الكريمه بارده بساعه ولا ساعه ونص. تحضروها هي الاولى، تخليوها تبرد. ملي كتكون فيها الفلور البنات راه كيكون عاقد، كتحطيه عاقد. انا حتى طيبته باش عقت بها البنات وخليتها كيما هي. دوزو لطريقه تحضير الكيكه البنات، كيكه اقتصاديه متناول الجميع. عندي نص كاس ديال السكر حبيبات ما كنعمروش، مع الكريمه فيها السكر البنات، ونص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب، وعندي 2 بيضات البنات صغارات. اللي عندكم كبير ديروا غير وحده. هنا كما كيبان لكم في الصوره البنات، عندي واحد الساشيه ديال الكاكاو المر، و2 خمارات ديال فئه 7 غرام 14 غرام، وعندي واحد الساشيه ديال الباني، وعندي واحد 3 الكيسان ديال الدقيق باركاس تاع العنبه البنات. هادو هما المقادير اللي درت هاد الكيكه. دزت هنا في هاد الاناء، درت واحد القرصه ديال الملح ضروري في البنات في المقادير، وكندير دوك 2 بيضات هما الاولين تنديرهم مع السكر حبيبات حتى تنطلعهم شويه ضعف لي من الحجم ديالهم البنات. هي اللي تنضيف داك الزيت. هنا تنضيف داك الساشيه ديال كيمشي ليا البنات ديال السكر حبيبات كما كنسميها انا، ديال الفاني. كتصحح لنا تحيد لنا ديك الصفريه ديال البيض. ممكن تحكوا قشره ديال الحامض ديال الليمون، ولا ديروا الليمون البنات راه متواجد دابا. هنا تنطلع داك البيضه البنات حتى تيضاعف لنا الحجم ديالو. باش كنضيف المقادير الاخرين كتجي هاد الكيكه خفيفه البنات كما كتشوفوا معايا حتى تيتبدل لي اللون ديالو. ممكن نتوما الخلاط يدوي حتى تخلط معكم مزيان. هندرت داك نص كاس ديال الزيت البنات. انا الكيكه راه ما كنكثرش فيها الزيت البنات باش ما كتجيش مدقصه. راه قد ما كتكثروا الزيت قد ما كتجيكم الكيكه ما ماشي تجي مدقصه شويه الا كثر فيها الزيت. هنا درت داك الكاس ديال الحليب، وهنا كما كتشوفوا معايا البنات غنضيف داك الدقيق اللي عندي. جبت واحد الصفايه، انا كنغربل الدقيق، غربلته المره الاولى وغربلته الثانيه باش ميبقاش لي دوك التكتلات بدوك الحبيبات. وهنا درت البنات رصاصيه ونص ديال هاد الكاكاو المر. اللي تيبغيها غامقه، اللي يبغيها هكا في الوين مفتوح ممكن ديروا غير وحده. انا ما جاني شويه ناقصه، وانا نزيد واحد النص ديال علبه اخرى. المقادير اللي درت في هاد الكيكه كما كتشوفوا معايا كتبان لكم هنا ناقصه شويه، وزدت فيها واحد النص اخر ثاني ديال واحد الساشيه اخرى، وانا كنحرك. ها كما كتشوفوا معايا راه زدت نص ديال الاخرى كان عندي. وانا كنغربل هنا البنات هاد الدقيق. راه زدت معايا 3 الكيسان ديال الدقيق، 2 عامرين بزاف البنات، وواحد جاي العموريه كان خليتها خفيفه راه كتهز حتى 3 الكيسان، وعلى حسب الدقيق اللي عندكم. انا خادمه باتقان، وانتم الا كان الدقيق تيتشرب ديروا غير بجوج شويه بشويه باش ما تشربش لكم مره واحده البنات. كما كتشوفوا انا خليت لها القوام ديالها خفيفه البنات. وهنا تالاخر وتنزيد ديك الخميره البنات، دوك 2 خمارات، واحد المعلقه ديال الخل صافي، وحركت ديك القوام اللي عندي كامل. هنا البنات شوفوا القوام ديالها راه كتبقى خفيفه. وهنا راه البنات ديك الكريمه راه دايره انا في الثلاجه تتبرد، وانا نسرح ليها الوجه ديالها ونديرها باش ما يبقاش فيها الهواء. كنسرحها باش تجي بحال ما تجيش مهويه. كما كتشوفوا معايا كنحيد ديك الزوائد اللي عندي البنات كاملين، وكنجيب ديك الكريمه ديال الفلوق. هنا عندي
اللوز ايفيني محمر واللوز عادي حتى هو حمرت واحد شويه، وحبيبه ديال الشوكولاط وشويه الكركاع، وانتم تيبقى لكم مزيان اللي عندكم هذوك المكسرات اللي كانوا عندي درت بهم. دزت هاد الكريمه البنات انا قطعتها هكا بالمصدر الموس هكا باش منين نجي نحطها عشوائي تجيني ساهله. انا الزهر المعلقه هنا البنات راه حتى بديت تنخدم فيها كما قلت لكم، هي اللي تفكرت راني ما درتش فيها النشا، بقى عندي الكريمه ما عاقداش، بقات عندي بحال الفلو عادي. هي ملي غطيب ما تبقاش عاطي داك التزيين كي بغيت، كيجي داك التزيين كامل في الفوق. كما قلت لها الكيكه سارقه قوامه نص دخل داخل نص بقى على برا. هي من كديرها بداك الكريمه كتبقى كامله على برا البنات. ونتمنى هاد الكيكه تقبلوا علينا، وكما قلت لكم كنشاركوا معكم الزوينه والخايبه، ما كنخبيو عليكم حتى حاجه. انا كيكه شاركتها معكم. انا غندوز البنات مني عمرت لها كاع الوجه ديالها بديك الكريمه، غندير داك شويه الكركاع ودزت داك شويه اللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي اللي عندكم حتى هو كنزين ليها الوجه ديالو. ودوك حبيبات ديال الشوكولا انا كانت عندي باكيه كنصحابها البنات باقي فيها كثير، صدت فيها شي حبيبات راني رميتهم قلال ما عطاوش الشكيل ديالها كما كتشوفوا ما حليت، صدت فيها غير شويه هما رميتهم. كيجي واحد الشكيل ديالها رائع البنات، كتجي مزينه راسها لراسها. ها هي البنات هنا بنطابت كما سميت انا الكيكه سارقه قوامها. هنا دزت واحد شويه ديال الكراميل البنات عندي منزلي، رشيت ليها الوجه ديالها والتصوير ما عطاش الحق ديالها، ما مصورينها بالليله البنات ما جاتش واضحه مزيان كيما هي. نتمنى هاد الكيكه تنال الاعجاب ديالكم، تجيب واحد الكريمه غزاله البنات، جات لا الشكل ولا المذاق، جات هماويه ديال تحميره الوجه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه والدعم ديالكم ليا. الا بقيتو هنا اختي تلينا ما تنسينيش بواحد التعليق وبواحد جيم، وتنقول لك شكرا على المتابعه مره اخرى، وتبارك الله عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد، الى اللقاء.